طيب نقول بسم الله. أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة ليلية في أكتر يوم الواحد المفروض ما ينزلش بيه فيه بالموتوسيكل، خصوصا اوعى تقع لو زي حالاتي كده مش بيلبس جوانتي. الدنيا ساقعة، وغير الساقعة الدنيا هوا قوي. بس هذه الجولة الليلية هي علاجي النفسي اليومي بعد يوم تعاملنا فيه مع أحد الصنايعية المصرية على رأسنا من فوق، ولكن الالتزام بالمواعيد في هذه البلد قد يصيبك بالسكتة القلبية. الراجل متفق معايا على الساعة 10، يكلمني الساعة 10:30، يقول لي أنا هاجي الساعة 2، وفي الآخر يجي الساعة 3:30 4:15، وانا قاعد مستني ومظبط يومي على هذا الاساس، فاليوم كله باظ. الراجل طيب ولذيذ وكل حاجه، واول مره اتعامل معاه، لكن يا باشا سيب جود فيرست امبريشن. يعني انا كده عمري ما اكلمك تاني لو ده اول تعامل بينا وتعمل كده. طب ما انت خسرت زبون يعني. فالفكر ليه؟ عشان راح لواحد تاني الصبح، يعني كان متفق معايا، مع ان انا لما كلمته قلت له تعالى لي بكره، قلت له تعالى لي الساعه 2، قال لي طب ما نخليها بدري شويه. قلت له كام يعني؟ قال لي 9 10. قلت له ماشي تعالى 10. فما يجيش بقى ويكلمني هو 10:30 يقول لي والله حاجه الساعه 2. طب ما من الاول يا ابني، ويا ريتك لما قلت 2 جت 2. المهم انتوا عاملين ايه؟ الواحد برضه لازم كده يطلع يتكلم ويرفع عن نفسه. كل سنه وانتوا طيبين، بمناسبه ان بكره ان شاء الله ليلة رمضان وصلاة التراويح. يا ريت اللي ما بيصليش التراويح يصلي التراويح. زمان وانا شاب كده ايه كبير مش صغير كنت برضو مش بصلي التراويح. لما الواحد يستوعب هو يعني يكمل فرص اللي في رمضان اللي هو بيضيعها عشان مشغول بحاجات في الدنيا ومش عارف ايه والصحاب والدنيا، وتنزل بعد الفطار مع صحابك وتعملوا حاجات حرام اصلا وبتاع. يلا الحمد لله. فلازم الواحد يظبط في رمضان يعني. خاب وخسر من لم يغفر له الله في رمضان، ولا ايه يا رجاله؟ فرصه عظيمه. وانا الصراحه رمضان بالنسبه لي احسن شهر في السنه، يعني فعلا. انا صعب قوي تحطني في روتين، ايدي متلجه مش مشكله، صعب قوي تحطني في روتين. يعني مهما بحط نفسي في روتين بيبوظ بعد، يعني بعد شويه وقت. يعني دايما لما يبقى عندي كل الاوبشنز مفتوحه وكل حاجه متاحه ومش عارف ايه وكده، ما بجت كده ايه overwhelmed، ففي الاخر الدنيا بتبوظ مني شويه. ولكن رمضان هو الروتين المريح جدا بالنسبه لي، لان انت خلاص مفيش اكل وشرب، فمفيش اختيارات مثلا هاكل ايه ولا هعمل ايه. مفيش هو في ايه يا جدعان؟ الدنيا هنا عاده بتبقى سالكه موت. لماذا هذه الزحمه؟ انت كده كده عارف انك مش هتاكل وتشرب، فتمام. فالصبح مركز بقى في ايا كان اللي بتعمله بدون اي حاجه توقفك او تعرقلك. المواعيد برضو في رمضان بتبقى مختلفة شوية عن بقية السنة. اجيب ابني من الحضانة مثلا بدري شوية بتاع. هو في ايه يا جدعان اللي بيحصل هنا يا رجالة؟ بتعرف ان انت خلاص في وقت معين هتقعد تاكل فيه الفطار، بعدين بتنزل العشاء، بعدين التراويح، بعدين بترجع بتروح بقى الجيم مثلا او بتعمل حاجة لو وراك حاجة بتاع، بعدين لحد وقت السحور بتتسحر فيه، بعدين تنزل تصلي الفجر ومش عارف ايه، وبعدين ممكن تنام بقى شوية مثلا. يعني الدنيا فعلا محكمة جدا بشكل إلزامي. فده بيحط عليا كده نوع من الايه، الالتزام اللي انا ببقى حابه جدا، وبعرف بقى انتج جدا في هذا الروتين يعني. فالصراحة بتشوق جدا لرمضان كل سنة، ولما بيخلص ببقى متضايق ان انا هخرج بعد ما دخلت في المود وبقى فيه روتين عارف التزم بيه فعلا ومش عارف ايه وبتاع. ويمكن بفضل برودكتيف شويه بنفس ليفل رمضان بعد رمضان، بس ما بيدومش الموضوع يعني. كنت محتاج البس كلسون والله. قعدت اقول البس كلسون، مش هلبس، مش هيبقى برد زي الايام اللي فاتت. يا نهار ابيض على الفخاتي متلجه. يلا الحمد لله. مش هنطول اصلا في الرايد دي ولا ايه؟ ولا نطول؟ وانا اصلا كنت تعبان ومنهك، بس انا عارف نفسي اللي هو لما بنزل يعني انا بتعب من القعده في البيت، وبحس ان انا كسلان كده وبتاع، وعارف نفسي بقى ايه، ببقى مش قادر بقى وخلاص وبتاع، بس عارف ان انا لما هنزل هستعيد طاقتي فبنزل.
فبستعيد طاقتي والحمد لله. فبس والله كنتش ناوي فلوج الصراحة، كنت خلاص بركب البايك ومش مركب الكاميرا، بس قلت ايه افلوج، ويعني ما انا من امتى ببقى عارف هقول ايه يعني، ومن امتى ده منعني. صح يا رجاله ولا ايه؟ الرجاله اللي متابعين معانا من زمان. انتوا بقى بتعملوا ايه في رمضان؟ تستغلوا رمضان ازاي؟ تتفرجوا على مسلسلات والجو الفكسان ده؟ اخر مره اتفرجت على مسلسل في رمضان كان من سنين الصراحه، يمكن ده كان السنه اللي مراتي خلفت فيها ابني، سنه الكورونا، اللي هو انا كنت قاعد رمضان كله لوحدي اصلا عشان هي راحت تقعد مع امها، وكنت اصلا كده كده بره مش في مصر، كان رمضان صعب الصراحه شويه، مش في الصيام وكده، بس في ان انت في رمضان ده قاعد لوحدك خالص، دي مش ظريفه يعني، خصوصا لما قاعد لوحدي خالص هناك في بلاد الغرب، في بلاد الغرب، فما كانش افضل حاجه. فرمضان ده كنت الصراحه بتفرج على مسلسل، وما كنتش اصلا يعني مش عارف اقول كلمه ملتزم دي وبتاع، ملتزم دي بحسها ليفل اعلى مني اكتر بكتير قوي في الدين يعني، بس ما كنتش احسن يعني، ما كنتش في نفس المستوى اللي انا فيه دلوقتي، ايا كان المستوى ده ايه، كنت في مستوى اقل بكتير جدا من ناحيه التدين والالتزام وكده. ما كانش في بالي قوي برضو موضوع المسلسلات، وانك تتفرج على مسلسل وازاي تستغل رمضان وبتاع يعني بفكر ساعات في الناس اللي هي ملتزمه من ساعه ما اتولدت، دي حياتها بتبقى مختلفه ازاي يعني، وطبعا كل واحد دي رحلته وبتاع، بس يا بختهم برضو الى حد ما يعني، بس مش عارف الصراحه. ممكن واحد تاني يفكر يا عم بس ده فاته حاجات دنيويه كتير قوي وبتاع، بس اللي هو ما احسن يا عم انه فاته حاجات دنيويه، ما الحاجات اصلا الدنيويه دي مهما كانت متعتها ولذتها بتنتهي في لحظتها، والحياه كلها دي اصلا انت لو عشت 100 سنه ده ولا حاجه يا باشا، انت اصلا احنا من رمضان لرمضان دلوقتي الدنيا ايه ده، هو رمضان اللي فات خلص امتى اصلا يعني، الوقت بصراحه بقى يطير طيران، وممكن الواحد في لحظه خلاص ينتقل الى الرفيق الاعلى يعني. كنت لسه والله واقف مع واحد صاحبي بنتكلم في الموضوع ده، يعني في مثلا الناس مثلا كنت بقف معاها مثلا زمان، بقيتش بقف معاها ومش عارف ايه وبتاع، فبنتكلم بقول له والله بص انا الناس دي ناس كويسه، كل واحد فيه اللي مكفيه وكل واحد فيه اللي في دماغه ومش عارف ايه وبتاع، بس انا خلاص ما بقتش عايز انزل اقف كده مع ناس غير لما يكون القعده دي او الوقفه دي هتضيف قيمه الى حد ما، والقيمه دي لازم تبقى قيمه اخرويه يعني، حاجه هتفيدني من ناحيه دينيه، او مثلا في شغل مش عارف، في كلام، في حاجه، في استفاده. لكن الكلام او الوقفات بتاعت اللي هو زي قعدات القهاوي ووقفات العربيات اللي في الشارع اللي الناس بقت تقفها في البنزينات وفي الشارع ويركنوا ويقعدوا، عارف خلاص مش عارف، بقيت فعلا مش عايز الموضوع ده خالص مع ناس تاني، الناس ما فيهاش مشاكل، بس القعده كده مجتمع يعني بكل حاجه فيها ملهاش اي لازمه يعني، هتحس ان انت نزلت وقفت مجرد انت بتضيع وقت، وهم كده يعني، وهي القعدات دي كده فعلا، وكل واحد مدرك ان هو بيعمل يعني، انا خلاص مثلا قاعد في الشغل طول اليوم موظف، فخلصت فبنزل ارفع عن نفسي يعني، بنزل اللي هو ايه، مش عايز اعمل حاجه اصلا فاهم، فهي القعدات دي طبيعتها كده، بس انا مش عايز كده، وانا اصلا حياتي مش كده يعني، ما بروحش شركه مثلا اشتغل من 8 ساعات في اليوم مش عارف ايه وبتاع، لا حر نفسي الى حد ما شويه في موضوع الشغل، فبرضه اللايف ستايل مختلف، فالموضوع ده الصراحه برضه بيبعدك او بيخليك غريب شويه، خصوصا لو انت كنت منغمس في المجتمع ده جامد، فبتبتدي تحس ان انت لوحدك، بس سبحان الله وده بيحصل معايا يعني الحمد لله، ان انت بتدعي ربنا ان انت عايزه، ما فيش حاجه كبيره على ربنا، بس هو ربنا لازم يشوف منك مجهود الاول. هو انتوا يا جدعان في والله الاشاره بتاعتكم مقفوله اصلا يعني، فانتوا ازاي بتعدوا كده الله اعلم والله، ولا الاشارات دي ولا ليها لازمه، فانت بتدعي ربنا ان هو يقربك من ناس شبهك عايزه نفس الحاجه اللي انت عايزها، او يعني بتدعي ربنا باللي انت عايزه الصراحه، وفعلا ربنا دايما الحمد لله بيستجيب يعني، بس انت لازم تظهر ان انت هتعمل مجهود في الموضوع. نقف في الاشاره كده وبعدين نكمل. مش باين اي حاجه. يلا يا باشا، انا
انا شكلي هطلع اخد واحده مطار ولا ايه؟ ما يعني انا والله ما عارف، انا بتكلم وناس انا سايق رايح فين، بس شكلها فيها واحده مطار كده. هنا برضو احنا لسه ما طلعناش بره قوي على الهاي واي المفتوح، فالهوا يمكن هو الهوا جامد برضو بس مش جامد زي بره، بس شكلها بره هتبقى زعلة يعني. شكلها بره هتبقى زعلة. فالمهم يعني دايما الواحد ممكن يبقى فاكر ان هو ايه، عايز يتغير، بس يقول مع نفسه كده هو انا طب ما انا هبقى لوحدي. انا ليه حسيت ان العجلة اللي ورا اتزحلقت سيكا، وهذا مؤشر ليس جيد. ربنا يستر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالواحد يقول ايه، انا عايز اتغير بس رش في الميه، بس هبقى لوحدي وبتاع وماليش صحاب وبتاع، فالشيطان يقعد يلعب في دماغه ويخلي الواحد ما يتغيرش ويفضل بيخرج مع نفس الناس وبيقعد مع نفس الناس وبيعمل نفس الحاجات اللي هو ممكن من جواه يكون عايز يبطلها. فلازم الواحد بس يبين لربنا ان هو مستعد ان هو عادي يتخلى عن الحاجات دي من اجل الاخره ومن اجل ربنا ومن اجل ان هو يبقى احسن، فربنا يعوضه خير ويحطه في مكانه احسن بكتير قوي، او في موضع احسن بكتير قوي من اللي هو متخيله، ويشيل عنه الهم بتاع ان هو كان متخيل ان هو يبقى لوحده مثلا او من غير صحاب او بتاع. ولحد ما الواحد بيتكلم عن تجربه شخصيه يعني، فاللي هو ايه مش كلام وخلاص يعني، مش كلام بيسموه كلام ايه، ما علينا، مش كلام وخلاص فعلا يعني. بس تويتر بقى موضوع انا عارف ملوش اي علاقه باي حاجه. تويتر ده الصراحه حاجه غريبه كده، متفهمش الناس بقى عندها فضا بليفل، او بقى عندها كبت في ان هم يتكلموا براحتهم في الحياه العاديه، في حاجات مثلا امور سياسيه او كده، مش يعني، او والله في دماغي في حاجات كتير عايز اقولها يعني، بس يعني انت فعلا اي حاجه بتكتبها على تويتر مهما كانت، لو كتبت مثلا انا بحب الفراخ المشويه، هتلاقي ناس بتهاجمك، وانت ومش حرام عليك تاكل الفرخه دي، مش الفرخه مثلا دي بتتعذب، طب ليه ما تاكلها؟ واحد تاني ليه ما تاكلهاش مقليه؟ هل انت عنصري مثلا ضد الفراخ المقليه وانت من ناصري الفراخ المشويه بس؟ وهتلاقي يعني انا طبعا ده بستهبل يعني امثله متخلفه، بس فعلا اي حاجه طب واحد يخش يكتب لك على فكره ده رايك لوحدك ما ينفعش تعمم يا عم، وانا عممت؟ ما انا في البروفايل بتاعي بكتب رايي اكيد، وانا بكتب راي امك انت، استغفر الله العظيم يعني. ف بتضحك قوي الناس تخش تقول لك على فكره ده رايك انت لوحدك ما ينفعش تعمم. يا عم ما هو رايي انا لوحدي، ما اختلفناش اقسم بالله. فالناس بتمسك في اي حاجه ممكن تمسك فيها باي شكل ممكن تمسك فيه، ويعني حاجه غريبه تويتر ده والله يا اخي. يعني انا اصلا كنت قفلت الفيسبوك ومسحته اصلا خالص وشلته من حياتي بسبب كم التخلف اللي عليه والبوستات والاعجاب، وبحب المغني مش عارف مين قوي، وبص المغني عمل ايه في مراته وطلق حبيبته ومشاكلهم، يا عم بتاع ما تشيلناش لو سمحت. والمشكله ان فيسبوك كان الناس اللي انت تعرفها يعني، ما كنتش بضيف في الفيسبوك غير الناس اللي انا اعرفها، فانت شايف ده من الناس اللي انت عارفهم، اللي هو ايه العقليه الزباله دي يا جدعان؟ سلام والله، انا مش عايز اتضايق منكم، فانا هقفل الفيسبوك لهذا السبب. وكنت حاسس ان انا هيفوتني كتير في حياتي وبتاع لما قفلت الفيسبوك ده وبتاع، بس الواحد عايش بقى منه من غيره بقاله سنين اهو، والله عادي الحياه زي الفل يعني. وقلت افتح تويتر بقى، وكان تويتر قبل ما ايلون ماسك يشتريه، خلونا بس ناخد ايه واحده بوست في السرعه كده. طريق المطار بقى احلى طريق الواحد يجري فيه. المهم كان لسه ايه تويتر ايلون ماسك ما اشتراهوش، فانا كنت داخل تويتر ده قايل او بهدف ان انا مش هعمل فولو غير للناس او غير لمواضيع معينه، مواضيع في التك، كنت متابع الكريبتو ساعتها وكده، فمواضيع في الكريبتو فبس. ففعلا بفتح تويتر النيوز فيد مش بيطلع لي غير الحاجات اللي انا متابعها بس،
مفيش اي زباله او خرا تاني بقى، لا مؤاخذه يعني. او يعني جاربج، او اللي هو حاجات انا مش عايزها وملهاش لازمه وبتاع. اشترى بقى اسمه ايه ده، ايلون ماسك، وعمل الفور يو تاب. يعني بقى في فولوينج تاب وفور يو. فولوينج الناس اللي انت بتشوفها، وفور يو ده فيد كده بيطلع لك حاجات عشوائيه بقى ومش عارف ايه وكده. والواحد غصب عنه بقى بيتشد في الفولوينج، يقعد يسكرول 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 وبيطلع له مواضيع غير الناس اللي هو متابعها خالص. فبقيت برضه بفتح تويتر ببقى اللي هو ايه القرف ده، وانا ايه اللي جابرني على هذه المنصه يعني، لدرجه ان انا خلاص برضه عايز اعمل في تويتر زي ما كنت عملت في الفيسبوك يعني. بس صراحه الواحد بيعرف منه حاجات مهمه مفيده برضه، فمش عارف ابالانس يعني بقى، برضه مش قادر افتحه وابقى بشوف الفولوينج بس. فالله مش عارف الصراحه. هو احنا امتى هنرجع بقى للايام بقى اللي هي هتيجي لسه ان شاء الله يعني في اخر الزمان، اللي هو نرجع للسيوف بقى ومفيش كهرباء ومش عارف ايه وكل حاجه هتنتهي. معرفش الحياه ساعتها هتبقى اصعب غالبا ولا ايه، بس يعني هل السوشيال ميديا والانترنت افادنا في حياتنا ام ضرنا؟ يعني احنا لو كنا كملنا حياتنا من غير الحاجات دي كانش زمان انا هبقى اصلا بعمل يوتيوب، صح؟ كنت هطلع اكلم نفسي كده وخلاص. لا، ما هو اخلي افكاري في دماغي حيث المفروض هي تفضل اصلا. شوفوا يعني اتخذت في الكلام والطريق قرب يخلص وما جريتش الجري اللي انا عايزه. لعل المنع خير، لعل المنع خير. طيب ناخد واحدة كده أخيرة قبل الإشارة اللي بتبقى هناك. كوب باسيكو مولو. حلو قوي كده، حلو جميل ممتاز. الواحد بعد ما بيبقى ركب شوية مع البرد القارس الموجود ما تفهمش يعني، ايدك من كتر السقعة بتبتدي يعني انا ايدي انا لابس كويس من فوق، مش لابس كلسون من تحت، فرجلي تلجت شوية هي وايدي طبعا من غير جوانتي. بس من كتر ما ايدك بتتلج بعد شوية بتوصل ليفل ان انت مش حاسس بيها لحد ما. ولما بتنزل بقى من على البايك تبقى حاسس باحساس دفى كده في ايدك يا ابن لذينه. ما انت ماشي في هوا ساقع هوا ساقع هوا ساقع هوا ساقع، بعدين بتنزل فجأة فيبقاش فيه الهوا الساقع ده. ف بس يا سيدي. طيب نخش على شيراتون وناخد مثلا اوتوستراد في صلاح سالم في طريق السويس راجع. نبقى كده عملنا لفة نايس. مش متوقع ان انا الصراحة ايه همشي كل ده، بس قشطة يعني. واحد بينسى نفسه مع الكلام الصراحة كالعادة. مش عارف هنزل فلوج ده ولا لا. يعني انا صورت فلوج في نفس اليوم اللي انا نزلت فيه اخر فلوج ليلي ده، اللي هو تاني موتو فلوج. كنت مصور فلوج ساعة الا تلت وانا رايح من التجمع لمدينتي، وكان فلوج حلو والله وفيه كلام حلو وبتاع، بس من كتر ما الصوت كان سيء ومش عايز اقعد متردد هنزله ولا لا، مع ان ايه كنت حطيته قدامي على فاينل كات كده ومنتجت شويه فيه وبتاع. بعدين ايه قلت لا الصوت وحش، رحت مسحه كله يعني، مسحه من السورس ومسح المنتجه ومسح كل حاجه عشان ما اقعدش افكر كتير هنزله ولا لا. اللي هو يلا يا باشا مع السلامه. فمش عارف بقى لما اروح هشوف هذا الفلوج برضه هيحصل فيه كده ولا لا، الله اعلم والله. يعني انا بتبسط بالكلام ان هو طلع وخلاص، او ان الواحد نزل وعمل اللي عمله ده اكتر من الفلوج نفسه ان هو ينزل. يعني القناه بتاعت اسلام هشام دي قناه للحريه، للتعبير بدون قيود وبدون اهتمام بالمنتجه والكلام والصوابيه الصحيحيه الاجتماعيه السياسيه المتغذيه بنت بس كده. اخر مره برضه انا ما كنتش عارف الجو برو هتبقى ادائها عامل ازاي بالليل، بس كانت قشطه الصراحه، ما كانتش وحشه لو في حته فيها نور وعربيات حواليا وكده. وبعدين انا معلي برضه ايه، معلي الايزو قوي على 1600، فطبعا اصلا غالبا طالعه الدنيا منوره اكتر مما يجب.
بس خايف اعملها على 800 عشان هم دول التو يعني 1600 الليفل اللي تحته 800 تبقى الدنيا ضلمه جامد، فاللي هو ايه كان المفروض اجرب المره دي والله، بما ان احنا لسه في اول الموتو فلوجات كده الواحد بيجرب يعني. بس يلا مش مشكله، مش مشكله مش مشكله مش مشكله يا حبيبي، مش مشكله. وانا ممكن اسكت شويه عادي صح، بس بحس ان انا مش عايز اتكلم طول الوقت برضه يعني، عايز اسوق شويه كده. بس هل الناس هتزهق لو هي سواقه بس ولا اقطع اصلا الحتت دي؟ ولا عايز يعدي سكيب بقى صح؟ ماشي. الهوا جبار. يا لهوي، الهوا دلوقتي في وشي يعني اللي هو بس مفيش اوحش من امبارح. والله امبارح كان المفروض اصور الطلعه اللي طلعت من القاهره لنص طريق السخنه كده، حاجه اسمها واحد محمد. كان اول مره اطلع الطلعه دي يعني. الطلعه وانا رايح قشطه الهوا جامد، بس لازم مش وحش. وانا راجع بقى الهوا كله في وشي، 70 كيلو نايم على البايك، مش قادر اقعد زي ما انا قاعد ستريت كده من كتر ما لو قعدت فعلا بحس ان انا يعني الهوا يعني اصلا كان بيهز راسي جامد قوي والخوذه، وضارب في صدري اكن حد عمال يديني بوكسات. لا كانت تجربه مش حلوه يعني، اللي هو انا كنت عايز اركن اصلا وحد يجي يعني يحملني انا والبايك ويروحنا من كتر انا كنت مستمتع جدا وانا رايح، بس وانا راجع لا كان عذاب، ما كانتش حلوه يعني. وده احد عيوب او هو ده عيب الستريت بايك او النيكد بايك، ان انت مش انت لابس كل حاجه في صدرك، مفيش سكرينه مثلا عاليه تحطها تحميك شويه، انت مش قاعد لتحت شويه بتاع. فلا الموضوع كان سيء 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 يعني، ومتعب. ما هو ده بيتعبك قوي يعني، الهواء اللي ضارب فيك بسرعه عاليه قوي كده. فاضطريت ان انا ابقى ماشي مثلا ايه 140 150 160 170 طول الطريق عشان عايز انجز، عايز اوصل بسرعه. ما هو 70 80 كيلو عايزهم يخلصوا، بتألم وانا سايقهم يعني. فما فيش حاجه بيرفكت سبحان الله. الواحد كان رايح كان تمام وهو راجع كان لا يعني. والله الواحد بس لو كان ايه الظروف تسمح يعني، الظروف الاجتماعية والمسؤوليات الأسرية ومش عارف ايه وكده، كان الواحد عمل فلوجز. طب ما انت يعني ما تسيبني عدي يا عم. وهو بيسافر بقى المدن تانية بالبايك جوه مصر، بس ما اقدرش اسيب مراتي وعيالي يعني. كانت تبقى سلسلة فلوجات حلوة كده، الواحد ينزل بالبايك للصعيد مثلا، لأسوان مثلا بتاع، مش في يوم واحد بقى طبعا، يقعد يعدي على قرى ومدن ويبات هنا يوم وهنا يوم ونشوف الطريق وبتاع. كانت هتبقى جامدة. أنا نفسي أعملها، إن شاء الله أعملها في يوم من الأيام، لسه لينا عمر يعني. صلاح يا سالم. يلي في حتت كده بتيجي زي ايه مطبات هوا كده، او اللي هو الارض بيبقى فيها فرق، فتلاقي نفسك ترت كده سيكوس سيكا بيكا شيكا، وهوبا المزيكا والشنكة لبيكا. عادة الواحد كان بيعمل الرايد دي ويخش مثلا عند ايه سانت فاطمة، ميدان سانت فاطمة ولا تريامف كده، يشرب عصير وبتاع ويقف وبعدين يكمل سواقة. بس انا النهارده هاخدها كلها وان شوت، عشان لو وقفت خلاص يعني هبقى مش عايز اركب تاني، عايز حد يجي يروحني وايدي تدفى وبعدين تسقع تاني. هي اوريدي انا مش حاسس بيها هي ورجلي دلوقتي، فناخد الموضوع وان شوتس كده. باشا اذنك يا باشا، بعد اذن اذوناتك، شكرا يا معلم.
هو السؤال بقى دلوقتي ايه، نكمل صلاح سالم وناخد نفق ثورة؟ ممكن والله اعمل كده، ممكن يكون هذا اوبشن لطيف، ده اللي احنا هنعمله ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا. بسم الله. يا الياس يا ابني، لو انت بتتفرج على الفلوج ده وانت كبير شوية، اعرف ان انا عايزك تفتح لاتفيا وتنشر الاسلام فيها، تبقى مسلم قوي، مسلم قوي من حيث المعرفة الدينية والالتزام، وقوي بقى بدنيا، متخافش من حد، متخافش من حاجة. كل دي اشياء انا اتمناها. وبعدين يا عم ما تستهبلش، لاتفيا كلها يعني في لحد ما احنا واصلين دلوقتي في وقت تسجيل هذا الفيديو عدد سكانها اقل من 2 مليون يعني، فمش صعب عليك يعني عايز لاتفيا دي كلها تبقى مسلمين ان شاء الله. وانت بقى بتتكلم لاتفي فلونت ما شاء الله عليك، بتتكلم عربي، بتتكلم انجليزي لحد دلوقتي يعني، فظبط الدنيا يعني، هي دي مهمتك. انا بقول لك اهو، سايب لك الموضوع في فيديو عشان ما يبقاش ليك حجه، عشان لو الواحد حصل له اي حاجه تبقى ايه الدنيا قدامك واضحه وصريحه يعني. هو ده اللي انا عايزه منك ان شاء الله، وان تجعل هذا هدفا في حياتك، وهو هدف جميل يعني تخيل يا عم تدخل 100 واحد الاسلام يا عم، مش هقول لك 2 مليون، ما بالك بقى 2 مليون. وبعدين تبدا من لاتفيا وتتوسع يعني، فاهم؟ عندك تحتها ليتوانيا، فوقها استونيا، كل دي حاجات برضو البوبيليشن صغيره، فشوف هتعمل ايه، هحط خطه كده وتصرف يعني. وانا هحاول على قد ما اقدر ان شاء الله ابذل مجهود في ان انا اكبرك واعلمك واتعلم معاك يعني الحاجات اللي تؤهلك لهذه المهمة. بس حتى لو انا كنت مقصر ومش عارف ايه وكده وما عملتش الموضوع ده على اكمل وجه، او لو حصل لي اي حاجة او بتاع، فانت اجتهد بقى ان انت ايه لما تكبر شوية وتبقى قادر ان انت تعمل ده لوحدك يعني، تنمي علمك بقى وكل ده عشان في سبيل تحقيق هذا الهدف يعني. وربنا يقدرك يا وحش. You can do it man. خلينا بقى ننزل نفق الثورة بعد هذه الرسالة. هو ليه في عربيات كتير السبت بالليل متأخر؟ بكرة شغل يا جماعة. معلش نسيت، احنا في كايرو، the city that never sleeps. ممكن اعدي يا جماعة؟ انا ممكن اعدي عادي، بس انا بحب انبهكم بس ان احنا هنا يعني، محدش ايه يا باشا. ما شاء الله عليك يا عم، اوعى يا عم، انت عربية بيكانتو دي ولا كانت ايه دي؟ مش حاسس ان انا هقعد على الكرسي اللي جنبه، راجل ماشي من غير نور فرامل ولا اي حاجه، طب انا اعرف منين هل انت بتقف، هل انت بتاع؟ ما يصحش كده. يلا لولو لولو، ما يصحش كده. طيب والله الرايدز بتخلص بسرعه يعني، سبحان الله. معرفش الفيديو ده كله هيكمل نص ساعه مثلا، غالبا هيكمل. انا حاسس ان هو هيكمل. تصدق انا اصلا كنت عايز اخش في سانت فاطمه، ما كنتش هقف، بس كنت الف من هناك كده وانزل ايه على شارع النزهه، واطلع من شارع النزهه على الثوره يعني. مش فارقه. ما تاخدوش في بالكم يا جماعه، انا بكلم نفسي بس، لو بفكر بصوت عالي. فبدل ما افكر بصوت عالي ما اكلم نفسي، ما انا قاعد مع نفسي يعني، ايه المشكله يعني؟ تفرق في حاجه يعني؟ يا جماعة أنا مش عارف الناس اللي بتسوق دي من غير
خوذ بتعمل كده ازاي يعني؟ طب ودانك، طب البرد، طب الهوا، طب عينك ما بتوجعكش، ما بتتحرقش؟ انا فعلا دي حاجه لغز بالنسبه لي يعني، مش ده انا لو لابس خوذه وفاتح بس الفايزر اللي هو بيبقى قدام العين ده يعني مش هستحمل. يجي واحد بقى بتاع دليفري يتفرج، كنت اموتوا يا اختي يا حلوه يا بطه، مش لابسه الفايزر مش تستحملي يا حبيبتي، فاهم؟ ويقعدوا يسفوا بقى وبتاع، ليهم حق الصراحه، بس هم الغلط يعني مش انا، بس يعني ماشي براحتكم. لو جت زلطه طيارة عينيك مش هتبقى مبسوط يعني، بس ربك بيسترها، بس ماشي، ما انت عامل اللي عليك يا اخي، سامعني يا اخي يا اخي. موضوع الرادارات ده مستفز قوي. الواحد زمان ايه كنت بستنى انزل مصر عشان ايه في لاتفيا مثلا السرعه على الهاي واي، على الطريق السريع، طريق السفر 90، اللي هو ايه الاستفزاز ده يا جدعان يعني؟ ما تخلونا نمشي على 5 احسن يعني. وجوه المدينه 50 وفي حتت 30. فالواحد كان بيستنى ينزل مصر عشان يشطح بقى يسوق براحته. ما هو ده الجانب الحلو لعدم وجود قوانين وسرعات ورادارات وبتاع، كان الواحد بيلعب بقى براحته. من ساعة بقى ما بقى في رادارات كل 2 متر، الموضوع بقى مستفز قوي الصراحة يعني. يعني لا هنلعب هنا ولا هنا؟ ايه الرخامة دي يا جدع؟ يا جدع خد بالك، انا برضو لو حد سويق انا على قد يعني. الستريت بايك ده احلى حاجه جوه المدينه اصلا، من كتر ما هو ايه بيسلك كده بسهوله قوي، وتعرف تمانوفر بيه يعني، تروح يمين وشمال وتيجي وتروح. لكن انا بسوق كتموته خالص. ايه يا رجاله، يا نهار ابيض، في ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ ده ولا اكن الناس رايحه تفطر. او امال هنعمل ايه اول يوم رمضان؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا مش كويس اصلا في التعديه بين العربيات في الزحمه يعني، بكره الحوار ده. استغفر الله العظيم يا رب. والموتوسيكل بقى يقعد يسخن اهو. ده في حاجه اكيد، واتمنى ان هو ما يكونش فيه مثلا زيت مدلوق على الارض ولا حاجه، مش عايز يتزحلق اصلا يعني. اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا باشا، عدينا يا باشا. في حادثه طيب ولا ايه؟ يا ساتر يا رب، ما نشوف. اصل الزحمه دي مش طبيعيه. بس شوف والله الحمد لله الواحد بالبايك لا، السلكان احسن من العربيه 200 مره. ما تخش يابا، ما تخش يابا وتعديني كده. What happened? What happened my friend? What happened my friend? What happened? What happened? في ميم كده اللي هو الصيني ده، ولا فيديو كده، ولا مش عارف ايه ده. مكملة يا حلاوتكو، انتوا مكملين. ده الوضع لحد فين طيب؟ تلوان ماي فريند، تلوان. طبعا انت الطيار بتاع الدليفري دلوقتي كان زمانه ايه يا عم؟ في ايه ده؟ انت بتزمر لي انا ولا ايه؟ اوعى. طب ما يفكت فجأة اهي، ما تفهمش بقى ايه بقى. يا سبحان الله، والله الموضوع ده بيبقى مستفز، اللي هو لغز مفيش سبب كده، لا فجأة خلاص، ولا حد واقف ولا في حادثة ولا حاجة. الحمد لله ان مفيش حاجة، بس يعني عجائب الدنيا التمانية، هي دي العجيبة التمانية. هنا برضو الهوا في وشنا بطريقة مش ظريفة.
في رادار هنا وانا النمر عندي على الشمال فهيقفشني، وعايزين نبطأ لحد ما نعدي الحته دي. السرعه 100 هنا اهو. ازيك يا راداروزو؟ سلام. سلام سلام. Yo, man. Get out the way, man. Yo, man. Get out the way. Get out the way, yo. Get out the way, yo. نطلع في الحارة اللي خلينا جوه نطلع من اللي بعدها. ولا ايه؟ ما كنت طلعت. تردد ده يا اخي. هيطيرني. مش ممكن يعني. انا والله من ساعة ما نزلت من البيت شفت الشجر بيتمايل، قلت الدنيا ايه، بس خلاص نزلت بقى، فاهم؟ نزلت ومتحمس وبتاع، فايه لو ما كنتش طلعت الرايد كنت هبقى حاسس ان انا كده ايه، اللي هو اليوم عدى كده، يوم بلانت كده، اللي هو ايه، مش يعني كده، فاهم؟ في هنا نقرة على الشمال. ايوه هي دي كده تمام. يا جدعان في ايه العربيات دي كلها النهارده؟ الله. هو كان في ماتش مثلا ولا حاجه؟ الماتش كان امبارح الاهلي والزمالك. كان في ماتش النهارده الناس راجعه من حاجه بتاع، ولا كله نازل بقى قبل رمضان مثلا، ولا ما تفهمش. هو بكره مش اجازه رسمي يعني، في شغل ودنيا. ما احنا نسيت تاني. ده كايرو. The city never sleeps. Okay man, I keep forgetting man. I don't know what's wrong with me. I'm so sorry. الهوا مش لطيف خالص. والله مفتقد اللمبة الليد. كان زماني شايف من هنا للسويس نفسها. نور لي كده يا حاج، الله يكرمك، الله يخليك. هو في الفيديو طبعا الدنيا بتبان منوره اكتر بكتير ما هي منوره في الحقيقه يعني، عشان لعلمكم يعني، عشان انا عارفك دلوقتي قاعد بتتفرج على الفيديو تقول يا عم ما النور قدامك اهو ايه زي الشمس. لا يا باشا، ده عشان ايزو عالي بس، فانت شايفه ايه، شايف ان النور قوي. لكن انا اصلا شايف مش بالعافيه قوي يعني، بس ايه، في احسن من كده بكتير. يا عم تقلب لي نور ليه يا حبيبي؟ تقلب لي نور ليه يا حبيبي؟ ما داخلين يمين يا حبيبي، داخلين يمين والناس مهديه، هتطير. انت مستفز قوي.
اوحش حاجه بقى وانت سايق بالذات لما انا مبقاش لابس جوانتي كده ومتخيل بقى بتوع الدليفري كمان يعني، لما بتبقى في عربيه رمله كده والرمله كله يا حلاوه على الميه، يا لهوي يا صلاة النبي احسن. مش لذيذ موضوع الميه ده، عشان ايه واحد ممكن يتزحلق. ربنا يستر، ربنا يستر طريقك حبيبي. فالعربيات اللي بتبقى شايله رمله دي وانا مش لابس جوانتي كده بتلسعني لسعه في ايدي، الرمله دي بتقعد تطير كده، الرمل الصغير ده. معرفش بقى الشباب اللي هي مش لابسين خوذ ولا لابسين اي حاجه دول يعني، طب في موقف زي ده يعني بتبقى رخمه قوي مع الدائري مثلا برضو والحاجات دي. مش عارف حقيقي برضو مش عارف. قررت الموضوع ده كتير، بس فعلا لو حد بيسوق موتوسيكلات هيبقى فاهم قصدي غالبا. اركز يا معلم كده، عشان ايه برضو الزلط الكتير اللي في الارض ده، بس حاجة اللي هو مال انا اشتكي من حاجات وانا عمري ولا راكب عربية بفكر فيها اصلا. الانسان برضو ايه بيتعرض لمنظور اخر يجعله يرى ويجرب ويتعرض لاشياء هو لا يتعرض لها في الحياة العادية. ويجي واحد يتفرج يقول لي يا عم ما تسكت بقى يا عم، انت هتقرفنا، بركب ميكروباص مترو الانفاق وميكروباص بالعافيه. اصلا لا عندك حق يا ابني والله. عارف المثل اللي بيقول لك first world problems، مشاكل العالم الاول. another white boy with a podcast. حد عارف الميم ده؟ يا الله. يلا خلاص قربنا نروح يعني، مش مكملين 5 دقايق كمان غالبا يعني. والله الرايد وهي بتخلص يعني لما بتقرب كده بتقول ايه ده، هو الوقت راح فين، انا عايز اكمل ساعتين كمان مثلا. غريب الانسان ده يا اخي. ما تمشي يا عم انت، ايه ماتريكس شايل الماتريكس ليه؟ شايل علامتك ليه؟ ها خش بقى موتني بقى. انا بتلكك اصلا، ما انتوا عارفيني. مراعاه شويه يعني، واحد مال عليا فاهم، هو لسه بعيد عني 50 متر ببقى له ولا بتعمل ايه؟ يلا سيبني براحتي يلا. PTSD وحش برضو، اللي هو بيجي لك بعد ما بتتعرض لايه، لحاجه وحشه مره مثلا او حاجه، تفضل بقى خايف على طول يعني بعد الوقعه اللي وقعتها دي، مع انها كانت وقعه متخلفه جدا يعني، بس خلاص انت خايف ان انت تقع، فاللي هو ايه قاعد متنشن كده، مش براحتك كده على البايك. فمش عارف الاحساس ده يروح امتى الصراحه. حاجه مش حلوه موضوع PTSD ده خالص على فكره يعني. تحصل لناس بقى تانية في حاجات تانية خالص، مثلا حد يحصل له حاجه تروماتيك يعني، تفضل سايبه اثر كده بشكل ما، يفضل عايش معاك. ولعله في حالة الموتوسيكلات دي خير يعني، هو يخليك تبقى ايه حريص على قد ما تقدر يعني، لان هي ما فيهاش هزار يعني. لسه واحد نعرفه واقع وظهر واقع، وواحد سويق ده مش بس سويق، ده بيعرف يعني، ده كان شغال في دوكاتي كمان يعني، وبيصلح البايكات، وراجل مهندس وراجل محترم يعني، مش عبيط في الموتوسيكلات يعني، وقع وظهره اتكسر. ولسه واحد تاني برضه نفس الكلام وسويق وكل حاجه، ووقع بالبايك والبايك وقع عليه ورجله العظم جوه اتفشفش وي بقى. ياما في قصص كده بالهبل يعني، وناس ايه تشوفها حريفه مش عبط زي كده يعني، فاللي هو ما فيش حد كبير على حاجه يعني. عشان برضه لو اي حد متحمس ان هو يجيب موتوسيكل او بايك او بتاع، لا الموضوع طبعا فيه خطوره جامده، بالذات في مصر وسواقه مصر وشوارع مصر لو بره والناس في البلاد اللي الناس فيها ملتزمه بقواعد المرور وبتاع، لا الموضوع مختلف تماما. ده انا مره سقت على الدائري يا نهار ابيض. كانت يعني تجربه سيئه. وكان تاني يوم بعد الحادثه على طول يعني ايه،
بعد ما وقعت ومش عارف ايه، ما انا اليوم اللي وقعت فيه تاني يوم ده مع ان رجلي وايدي مفتوحين، قلت لا انا هنزل اركب البايك، هنزل اسوق عشان ايه ما اتعقدش واخاف بقى على طول وبتاع. فرحت نازل، ومش اي نازله، رحت طالع على الدائري، وكان اول مره اطلع على الدائري يعني، كنت لسه في بداياتي اصلا يعني، ماليش كتير بسوق، فاللي هو وفضلت بعد ما عملت الحادثه دي بنزل كل يوم بالبايك. بس من ساعتها بقى في الخوف ده سنه يعني، اللي هو راح شويه بس لا لسه موجود طبعا، بس قل كتير يعني عن بعد ما وقعت على طول يعني. والله المستعان، والله المستعان. الساعة كام؟ احنا بقالنا قد ايه بنسجل مش عارف. شوف يا اخي، رحت عملت صيانة للبايك وغيرنا البوجيهات وغيرنا زيت وبتاع، والبايك بقى في حتة تانية يعني، بقى تحس ان واحد كان صدره مسدود واتفتح كده. بس برضو الراجل عمل حاجة غالبا، كل ما ادور البايك يفصل، لازم اشغل البتاع اللي بيسحب بنزين ده. النمرة اللي عبي واحد ارمي سجارة في وشي، ارمي سجارة في وشي، ما انت اهلك علموك كده، ارمي في الشارع. ما انتوا تجيبوا عربيات غالية وتعمل لي نمرة خاصة عبي واحد وترمي السجاير في الشارع وتطلع بره ولا تجرؤ انك تعمل كده، صح؟ ولا انت واحدة اصلا ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. بلدنا دي يا جماعة ولا ايه؟ الله اعلم، مفروض يعني، محدش بقى عارف. المهم يا رجالة، ممكن ننهي هنا، ممكن اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخل على البيت يا حبيبي، اصلا ده مش بيتي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. طب ليه كده يا معلم؟ اديني على الان تن تن، اديني على الان تن تن. يلا يا باشا، هوم سويت هوم. خش يا باشا سنة كده. مع السلامة حبيبي. Goodbye my friend.